مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غادي نصاوب معكم هذه الفطيره. كما كتشوفوا كتجي واحد الفطيره اللي رائعه وبواحد الحشوه جد اقتصاديه. تبعوا معايا الطريقه وبمقادير جد اقتصاديه. غادي نحتاجوا البصله مقطعه، خيزو، الكرعه، الفلفله الحمراء، الخضراء، البيضاء، شويه ديال الدجاج، الثومه، الربيع. اول حاجه غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. غتجيب واحد المقله غديروا فيها شويه ديال الزيت وغنديروا البصله ديالنا تشحر كما كتشوفوا. صافي غنديروا شويه ديال الملح وغادي نحركوها ونخليوها حتى تشحر مزيان. عاد نضيفوا المكونات الاخرى. غادي نديروا شويه ديال زيت العود صافي وغادي نشحروها. من بعد غنضيفوا القطع ديال الدجاج صافي وغادي نخليهم حتى كيطيبوا واحد شويه. من بعد غادي نضيفوا المكونات الاخرى. غنضيفوا الفلفله الحمراء، الخضراء، نتوما تقدروا ديروا اي حاجه عندكم. نضيفوا الثومه محكوكه ونضيفوا العطريه، نديروا الملحه، البزار، الخرقوم، سكينجبير صافي وغادي نحركوا هذه الحشوه ديالنا كما كتشوفوا. يعني راه كتجي رائعه. من بعد غادي نضيفوا المكونات الاخرى. غنضيفوا الخيزو محكوك، القرعه لانهم هما كيكونوا محكوكين ودغيا كيطيبوا، غنضيفوهم الى الاخر صافي. من بعد غادي نخليهم يطيبوا واحد شويه. من بعد غادي نضيفوا القزبر والمعدنوس مقطعين وشي 3 المعالق تقريبا، معلقه صغيره ديال العطريه الكفته، شويه ديال الهريسه صافي. وغادي نحركوا الحشوه ديالنا كما كتشوفوا صافي. غادي نخليوها هنا وجدات، غادي نخليوها على جنب. غنضيفوا نوجدوا العجينه ديالنا. نضيفوا واحد المعلقه ديال الخميره مع شويه ديال الحليب في واحد الكاس ونخليهم يتفاعلوا على جنب لمده ديال 5 دقائق تقريبا. ملي كنديروا الخميره مع الحليب في الكاس بحال هكا يعني كتسرع عنا العمليه ديال الاختمار. غنخليهم غير واحد 10 دقائق تقريبا ولا 5 دقائق. غادي نجيبوا واحد القصريه ونجيبوا واحد الغربال بحال هكا صافي. وغنديروا الدقيق ديالنا وغادي نغربلوه. غنحاولوا الدقيق يكون واحد النوعيه اللي هو جيده باش كيعطينا واحد العجينه زوينه صافي. غنديروا فوق الملحه، واحد المعلقه ديال السكر صافي. وغادي نخلطوا هاد النواشف. غنضيفوا واحد نص كاس ديال الزيت. انا خلطته هنا ما بين زيت النباتي وزيت ديال العود صافي. وغادي نبسبسوا هاد الخليط بحال هكا حتى كيترمل لنا صافي. من بعد ما كيترمل لنا بحال هكا كما كتشوفوا غادي نضيف داك الخليط ديال الخميره وغادي نبقى نجمع العجينه ديالي بالحليب صافي. العجينه راه ساهله ودغيا كتجمع صافي. غنبقى نضيف العجين ديالي، غادي نجمع العجينه ديالي بالحليب كما كتشوفوا دغيا كتجمع يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. غنضيف الحليب بالتدريج وانا كنجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا راه ساهله. وزعما هاد الفطيره راه ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وكتجي واحد الوجبه اللي هو مشبعه للفطور ولا للغداء ولا للكوتي ولا تقدروا تحضروها في اي وقيته بغيتو صافي. بعد ما تجمعات لي العجينه ديالي بحال هكا غنبقى ندلكها بواحد شويه صافي. كنضيف الحليب كما كتشوفوا كندلك هذيك العجينه يعني العجينه كنحاول ندلكها مزيان باش كيدخل هذاك الحليب وكترطب لنا العجينه. يعني حاولوا تدلكوها مزيان كما كتشوفوا. بعد ما تشربات لي هذاك الحليب وتجمعات لي العجينه مزيان هنا غادي ندوز ندلكها على سطح العامل كما كتشوفوا. غنحاول ندلكها بحال هكا باش كترطب لي. يعني فاش كندلك العجينه ديالي بحال هكا خاصه العجينه ديال الفطاير كتبغي شويه ديال الدليك صافي. غادي نستمر كندلكها بحال هكا كما كتشوفوا. هنا كنحاول نجمع العجينه ديالي كما كتشوفوا صافي. هنايا العجينه ديالي ساليت من الدليك صافي. غادي نحاول نجمعها ونديرها في واحد البول وغادي نغطيها ونخليها تخمر لواحد المده ديال 40 دقيقه كما كتشوف صافي. هنا كدير لها بابي سولوفان ولا اي بلاستيك عندكم نغطيها بواحد المنديل ونخليها تقريبا واحد 40 دقيقه بحال هكاك. هنايا يعني خدات لي تقريبا شي 42 دقيقه باش تضاعف الحجم ديالها صافي. هنايا غادي ندوز نديكازي العجينه ديالي صراحه كتجي واحد العجينه اللي هي رطبه وزوينه في الخدمه صافي. هنا تجمعات لي العجينه ديالي كما كتشوفوا. غادي نحاول نقطعها. انا قطعتها على 3 جوج كويرات كبار وحده صغيره باش نشكل بها واحد الضفيره في الاخير. غادي نجمع العجينه ديالي بحال هكا كما كتشوفوا صافي. وغادي نرش شويه ديال الدقيق وغادي نطلق العجينه ديالي بالمدلك حتى تولي واحد الطبقه اللي رقيقه صافي. هنايا غادي نستمر في التطليق ديال العجينه ديالي. الا وصلتوا لهنايا بغيت نقول لكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لنا واحد الكومونتير زوين وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والعائله وتخليوا لي الاقتراحات ديالكم ديال الوصفات اللي بغيتو ندير في التعاليق صافي. هنايا بعد ما طلقت العجينه ديالي جبت انا هذا الرولي عندي تقدر نتوما تستغناو عليها صافي. وغادي نجيب هذا المول اللي عندي انايا ديك المول اللي 24 اللي كنديروا فيه الكيكه صافي. هو اللي استخدمت هو اللي غادي ندير فيه الفطيره ديالي. درت له بابي كويسو قطعتها بديك القطعه ديال البيتزا كما كتشوفوا. غادي نحاول نقادها هكا كتقادوها بالجناب غير بشويه بحال هكا صافي. غادي ندوزو نتقبوا العجين ديالنا بالفرشيطه بحال هكا صافي. بعد ما درنا دوك التقبات في العجينه ديالنا غادي ندوزو نخويو الحشوه ديالنا. الحشوه راه كتجي واحد الحشوه اللي معلكه ورائعه جدا بالدجاج وفلفله وخيزو والكرعه صراحه كتجي واعره وبنينه بواحد الكميه اللي لا باس بها صافي. غادي نقاد هذيك الحشوه على الفطيره ديالي بحال هكا صافي. غادي نخليها على جنب وغادي ندوز نطلق العجينه ديالي الثانيه. بعد ما طلقتها بحال هكا بالدلاك صافي غادي نحاول نديرها واحد الطبقه اللي رقيقه. غادي تجيبوا نتوما هاد الرولي كما كتشوفوا اللي عندي هنايا. الا كان عندكم راه كيفين العجينه ديالي صافي فين نوتيو بها وغادي ندوز نقطعها على قياس ديال المول صافي. هنا غادي نقطعها بهاد القطعه ديال البيتزا كما كتشوفوا صافي. وغادي ندوز نغطي الفطيره ديالي بهذيك العجينه.
غتشدوا العجينه بحال هكا وغادي ديروا لها بحال هكا كما كتشوفوا، تحاولوا تقادوها من الجناب صافي. وغادي نحاول نتنيها هذاك الشياطه اللي كانت عندي، نحاول نتنيها لان انا قطعتها زايده واحد شويه، نحاول نتنيها وندخلها للداخل باش ما كتفرتت لياش هذيك الفطيره ديالي وما كتطرطق لياش. صافي هنايا بعد ما ساليتها غادي نقطع هذيك العجينه اللي بقات لي على جوج وغادي ندوز الروليه باش غادي نشكل واحد الضفيره كما كتشوفوا. بعد ما قطعتها وروليتها صافي غادي نحاول نضفرها غير بحال هكا كما كتشوفوا، نخليها على جنب. هنا غادي نجيب واحد البيضه، غادي نعزل الصفار على البياض صافي، وغادي ندير داك الصفار نزيد واحد المعلقه ديال الحليب، غادي نخلطو، غادي ندوز نتقب العجينه ديالي، غادي تقبوها بالفرشيطه صافي. غادي ندهنها بالصفار ديال البيض اللي مخلط مع الحليب صافي. بعد ما دهنتها دهنوا لها حتى الجوانب ديالها كما كتشوفوا صافي. غادي نرشها بالجنجلان، هنايا انا عندي جنجلان الابيض والاحمر خلطتهم وغادي نرشها بحال هكا صافي. بعد ما رشيتها كما كتشوفوا درت لها الزنجلان صافي. هنا غادي نجيب هذيك الضفيره ونحاول نقادها عليها على الجناب كامله صافي. كانت شايطه لي واحد شوي قطعتها وقاديتها حتى هي، غادي ندهنها ببياض البيض صافي. نحاول ندهنها بجميع الجوانب صافي. وغادي نرشها حتى هي بالزنجلان، غادي نرشها شويه الزنجلان كما كتشوفوا صافي. هنا الفطيره ديالنا غتكون جاهزه، غادي ندخلوها للفرن نديرها بحال هكا. نتوما الا عندكم شي رمايه ولا شي حاجه تقدروا تهزوها بهم، انا هزيتها بهذه الطريقه صافي. غنديروها في واحد اللاطه بعد ما دخلناها للفران لمده ديال 25 دقيقه. الفطيره ديالنا كانت واجده، جاتنا محمره صراحه، وجات واحد الفطيره اللي رائعه. ما تنساوش تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. الصراحه كتجي واحد الفطيره اللي هي لذيذه بزاف وبواحد الحشوه اللي اقتصاديه، تقدروا تحضروها كوجبه ديال الغداء او العشاء متكامله صراحه. غادي نقطع معكم واحد الطرف وغادي تشوفوا كيفاش جات الفطيره الرائعه واللذيذه. شوفوا معايا كيفاش جا، صراحه كتجي واحد الفطيره اللي لذيذه بزاف وبنينه. شوفوا فاش فتحت معكم هذا الطرف صراحه راه كتجيب واحد الحشوه اللي طالعه، كتجيب واحد العجينه اللي رطبه ما معجناش قطنيه صافي. هنا غادي نحاول نقسم معكم هذا الطرف وغادي نذوق معكم. شوفوا كيف كتجي واحد الحشوه اللي رائعه وبواحد العجينه صراحه بنينه بزاف. الا وصلتوا لهنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليونا واحد الكومنتير زوين وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب، ونشوفكم فيديو جديد مع وصفه جديده بمذاق مختلف وبالصحه والراحه.